النهارده جمهور الزمالك بيشتم الدولة المصرية بكل قياداتها، بكل وزرائها، بكل حاجة. هقول ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. واخد بالك انت؟ من امن العقاب اساء ايه؟ اساء الادب. اسمع معايا. شايف ده كلام؟ ينفع الكلام ده؟ بيغلطوا في الدولة المصرية بكل قياداتها الحكيمة. تشتموا حتى الوزير. الوزير ده انتوا زي القطط تاكلوا تتكرعوا. الوزير اللي كان بيقعد لكم مع فرجاني ساسي وبيقعد مع زيزو عشان يجدد لكم، والراجل اللي كان بيخليكم تلعبوا على استاد القاهره من غير ما تدفعوا، الراجل اللي كان بيجدوا لمتاخرات عند اتحاد الكوره وبيفتح لكم القيد، الراجل اللي بارك لكم في ارض النادي، اللي خدتوا المتر ب 50 جنيه عشان تبقوها على الاعضاء وتبقى خدمه للناس. خدتوا انتوا الارض دي وبعتوها المستثمر. دي اخرتها زمالك بتشتم الدولة المصرية. الدولة المصرية تشتمها كلها بكل قياداتها، بكل قياداتها. ينفع الكلام ده؟ ينفعش يا جماعة الكلام ده، عيب. بص كمان الهتاف التاني ده كمان، بص اسمع اسمع. انا مش عايز اصدمك واقول لك ان الارض بتاعت 100 عقبه دي كمان حق انتفاع، يعني حتى دي كمان مش تمليك، انت مش مملك حاجه اصلا. انا بقى لو من الدوله ما ارجعلكش الارض واخد منك الارض بتاعت 100 عقبه دي كمان. ده حته حلوه دي واخده 3 4 نواصي دي يا معلم. احنا ممكن نعملها مثلا اسطبل خيل، ممكن نعملها مثلا ايه، نديها لفوطين بقى يعمل لها حاجه كده ما شاء الله وبتاع. انتوا اقعدوها في اي حته بقى يا جماعه، مش مشكله، اقعدوا في اي حته بقى، يعني روحوا هنا ولا روحوا هنا مش فارق يعني. ما يصحش والله يا جماعه تدخلوا الفاظ زي كده في بيوتنا. ما ينفعش يا جماعه والله. لازم يكون في وقفه مع جماهير نادي الزمالك. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده.